بصوا بقى يا جدعان، الكلام بقى اللي اهو الجي بي اس فتح معانا. واحد جاي اهو، اقسم لكم بالله مذاكر السكوتر اكتر مننا والله. شباب هنا الهوجن اللي هو الفيرجن الانجكشن. مبروك على صاحب السكوتر، هو هيخش معانا في ريفيو عشان هو اعطاني معلومه حلوه قوي هقولها لكم في الريفيو. بس زي ما وضحت قبل كده، لما تيجي تشتري سكوتر لازم يا فندم تغير الزيت. ليه؟ لان الزيت اللي موجود في السكوتر بيكون زيت تخزين، بيحافظ على الموتور من جوه من الصدى والحاجات دي كلها. الحسبه كانت مختلفه جدا في هوجن ده بالذات، ان هو منزل لك انجكشن شاشه اندرويد تاتش. الموضوع هنا مختلف تماما. عندك تانك 13 لتر، لغى كيلس بس اعطاك قصاده موتور انجكشن او محرك انجكشن، واعطاك شاشه اموليد كبيره تاتش. فاعتقد ان ده بفلوس النهارده. الحاجه الوحيده بس اللي استغربتها ان هو عامل هنا مكان للهيدن لايت، بس هو ما فيهوش هيدن لايت. عندك بقى هنا التانك والشنطه بيفتحوا بالزراير كده، بصوا تفتح كده. وعندك الجزئيه هنا بصوا. طبعا هتقول لي مساحه التخزين صغيره، فهو عوضها لك بان هو هيسلمك بوكس مع السكوتر ومجهز لك المكان بتاع البوكس. طبعا انتوا عايزين تعرفوا المعلومه اللي الباشمهندس قالها لنا، بس هنقولها معاه بقى، هو اللي لازم يقولها عشان يعني حرام هو اللي قالها لي، فعجبتني الفكره فحبيت اشيرها معاكم. عايز تعمل ايه؟ معاك انت جاي مواصلات طبعا. انت عارف هنا في كام هديه صح؟ في 6 باين صح؟ لا كده انت اتفرجت على ريفيو. ايه الكلام ده؟ بص يا باشا، بص يا باشا. طبعا انتوا عايزين تشوفوا موضوع الهدايا، انا عجبني على فكره بقى. بص، في 2 بوجي 2 بوجيه و2 تيال وسير وفلتر 6 سيرفيس كامل. بصوا بقى، ده البوكس اللي احنا كنا بنتكلم عليه باشا. مكان عشان طبعا هو بيعوض ان الوحده التخزينيه اللي تحت الكرسي صغيره. الصراحه شكله حلو، يعني انا شايف ان شكله لطيف. هتلاقي القعده جوه اعتقد. لا، عاملينه مسترك. لا، دوس. لا، دوس كده. بس كده، ايوه كده. ارفع بقى دي كده. ثانك يو. هتلاقي دي جوه. استنى ايوه القعده. قاعدة يا باشا بمساميره. بصوا تعالوا بقى اوريكم انا الكلام. مفاتيح اهو، هو معاه النسختين. لا دي كده. ومعاه المقابض بتاعته. قابض، المقبضين اللي في الجنب. جامد ده. اللي هم هيبقوا فوق هنا يمين وشمال. جامد ده. بص بقى يا باشا الكلام. اعتقد ان هو كده. ماكس ان 200 من هوجن بياخد 800. تمام. وهتلاقي هنا بصوا مكتوب ايه؟ كلمه انجكشن. بس انا كنت لسه بتكلم في حته ان مساحه التخزين في الكرسي من تحت هي مش اكبر حاجه، ما تاخدش طبعا خوذ. فهو عوضها بموضوع البوكس الخلفي. انت عارف بقى احسن حاجه عجبتني هنا ايه؟ المقاس. بص هو رافع هنا المقاس طويل عشان ما تتحشرش. المفتاح هيدخل. انا عايز اقول لك المفتاح نضيف بجد. يعني انا عجبني فكره المفتاح بجد، الكواليتي وشفره الجديد قصه. تمام. ذاتس ات. السير الهدايا بقى. خالد يا باشا اهو 6. الصودا العده. ماكسيمم سبيد 100. لا هيجيب اكتر. هيجيب اه 12 بطاريه 12 فولت كام امبير؟ 7 7 امبير. 12 فولت. دي ايه دي؟ 12 فولت 12 فولت 7 امبير. 7 امبير. الوزن اصل في ماكس لود 150 150 بس ماكس لود هتلاقيه 300. ده جامد اساسا. 300 ده انا شفت سكوتر مش فاكر كان ايه، كانوا حاطين لا موتوسيكل 160. انا قلت ايه يعني ايه 160؟ صعب قوي يعني. انا وزني ومعاه 3 توب بوكس مستحيل. ما انا ده اللي انا قلت. ايه بقى اللي انت بس انا قلته لي اكتشفت ده؟ حاجه في الشاشه هنا. ودي يا باشا. لا تكه هي كمان. لا مؤاخذه، هي ممكن تكون تافهه لا بس بس هي عجباني. عجبتني. وانا هي عجبتني عجباني بصراحه. بصراحه. انا هوريك. بص، شايف السكوتر على اوكي الطريق هنا؟ تمام. لو انا ضربت فلاشر، بص هيعمل ايه هنا. الله يجزاك. طيب انا ضربت اشاره شمال، هينور معايا شمال. هنا اشاره يمين يمين. يمين.
طيب انا رعشت حلو ده. نفس الكلام. هي دي حركه ممكن تكون لا بسيطه، انا بحب. طب اقول لك على بس حاجه هي لفته حلوه بصراحه جدا، واقول لك على حاجه تانية. يعني انا ساعات بتلفت انتباهي حتى علب زيت الباكل لما تبقى شفافه، ممكن حد يشوفها تافهه، انا لا بشوفها بس بتبقى بصراحه حلوه. بتبقى حلوه جدا بصراحه طب فعلا. هسألك بقى سؤال، اتفضل. انت حسبتها ازاي؟ يعني لما نزل الفيجوري اللي هو الاي دي في الجديد كان مقارب جدا للسعر، فرق كلام فارغ 2000 بالظبط 3000 جنيه ليه اخترت هنا واحنا عارفين ان قطع الغيار لسه ما اتوفرتش؟ طب ايه بقى؟ بص انا اول حاجه الشاشه عجبتني جدا. تمام. الشاشه يعني يعتبر اول شاشه تنزل تاتش سكرين، ابل كار بلاي، البلوتوث ميوزك، الكلام ده كله مهم. ينزل في الفئه السعريه دي. مم. احنا ممكن نكون شفنا الشاشه دي قبل كده في زونتس الاي 350، دي حقيقة. بس ما كانتش كلها تاتش، كان برضو التعامل كان كله كان هنا. مانيوال. بالظبط. فدي اول حاجه عجبتني. تاني حاجه ان هو انجكشن طبعا، نايس. انجكشن طبعا، فدي برضو حاجه كويسه جدا. الكيل اتمنى ان هو كان يكون يبقى كيلس بدل المفتاح، بدل بس ده كان المفتاح. هيفرق في موضوع السعر في شويه، البادجت. فعادي مش مشكله. الوحيده اللي ضايقتني من السكوتر ايه؟ ايه بقى؟ حاجه ما اعرفش حد خد باله ولا لا. بص هنا تحس ان هو هيدن لايت، بس هو مش بالظبط. هيدن لايت. بالظبط ما اعرفش ليه. هو على فكره كان هيدي شكل جمالي بس قوي برضو ممكن للتابلو. كان هيفرق في السعر، لان الكتل دي بتبقى غير الكتل المضيئه، دي حقيقه. فممكن يكون بيفرق في السعر. دي حقيقه. بس هو كشكل هو وكخامات الشيب برضو عجبك اكتر من الناحيه والخامات كمان برضو خاماته كويسه. وبصراحه الكرسي عاجبني قوي، التفصيل بتاعه، تفاصيل الكرسي نفسها حلوه جدا. بصوا عشان برضو ايه تبقوا شايفين الليزر. بقى اعتقد حلو جدا بصراحه. يعني بص تحسه كربون فايبر كده، وده تحسه الكانترا بس هو مش الكانترا. اكيد. بس تحسه كده الكانترا، فاهم؟ بالظبط. التبطين اعتقد ان هو كويس. وزي ما قلنا هو وفر المساحه التخزينيه هنا بان هو عظمه بالبوكس. فاعتقد ان هو حاجه كويسه. طيب انت معلش بقى اتفضل. عشان الناس بتيجي تقول بص انا بصور في كل معرض، تمام، فما ببرهمش انا المعرض. شفتك كذا يا باشا مره وانا ربنا جاي اصلا على الريفيو بتاعك. ربنا يبارك والله. فيك يا رب. انا كل الفكره بس لما بنيجي نصور احنا شريتنا بتبقى مجروحه الناس طب انت ليه بقى اخترت هنا كاش باك؟ كاش باك اولا انا باشمهندس محمد عماد اخويا اصلا. تمام. واخد من هنا بتاع 4 سكوترات، ده الرابع او الخامس مش فاكر بالظبط. التعامل طبعا هنا كويس جدا، سواء كاش او تقسيط. زي ما انت شايف ما انا بيبقوا واقفين بيخلصوا لك الحاجه. طب انا بقى هقول لك على حاجه اتفضل. الناس ما تعرفهاش. هو عماد صاحبي من زمان، وانا في معارض انا ما بعيبش في حد باسم، بس انا المعارض اللي بثق فيها بصور عندها. بمعنى ايه؟ طبعا. انت النهارده ممكن تاخد السكوتر لا قدر الله حصل حاجه، لما بتيجي ترجع له ما بيوضكش. بالظبط. في معارض عكس. بالظبط. ما عشان كده ما بذكرش اسامي. بالظبط. يعني ربنا ما يجعلنا قاطعين انت خدمه ما بعد البيع احسن من البيع. اشكرك. ده اللي انا دايما والله ده بقوله. انا بتكلم في كده. فانا ده بالنسبه لي اهم مليون في الميه من المنتج نفسه. بالظبط صح، لان المنتج متوفر في كذا معرض، في كذا معرض، واعتقد نفس السعر. نفس السعر. 1000 فرق 500 فرق مش فارقه مش يعني فارقه معايا. بس هي الفكره ان خدمه ما بعد البيع خدمه ما بعد البيع هنا كويسه جدا. طيب وانت كده سقطت زيت اوريدي اللي هو زيت التخزين. التخزين حطينا زيت الموتور. طب جينا بقى لميعاد الاختبار يا باشا. الايه؟ اختبرك. اتفضل. ماشي. طب انت دلوقتي هتلين. هتلين ازاي؟ هلاقي ازاي؟ اه بص انا السكوترات عامه انا في التالين اول 1000 كيلو هو المفروض اول 500، بس انا باخدها 1000 كيلو 40 او 45 ما بزودش. ماشي بمبدئي والله. والله ده بجد. صح. تاني 1000 60. انا بمشي كده، انا ما اعرفش الناس بتعمل ايه بس انا بمشي كده. انت قلت كده وانا هقول لك انا، وفي الاخر بقى هنرجع للفار. حلو كده. بص انا لما باجي الاقي اي حاجه بمشي بنزل طبعا زيت التخزين، بعد كده بنزل 500، بعد كده بنزل 500 تاني بقى 1000. طب ما ده نفس الكلام انا بعمل كده. انا بتكلم كسرعه، انا بتكلم كسرعه ما عديش 50 كسرعه. ما ده بقول. بس ال1000 الثانيه دي انا بصراحه ما بعملهاش، مش هكدب عليك. فنرجع بقى للفار. ايه هو كده كده فاهم يعني كل ما بتزود المده كل ما هتريح السكوتر اكتر، فاهم؟ يعني كل ما لينت كل اكتر ما لينت اكتر كل ما السكوتر احسن، فاهم؟ انت كده كده بتحافظ على سكوترك وبتدوره، فاهم؟ بس يبقى ده كلام رسمي بس هو كده جدا. كده يعني فاهم معظم الناس او 90% من الناس هي بتمشيها اول 1500 500. بس حفاظا اكتر. بس انا اقول لكم بقى حاجه انا خدت بالي بقى من كلام الباشمهندس. معنى ان هو يقول لي كده
ومعنى ان هو ياخد قرار ان هو يجيب سكوتر لسه نازل وقطع غيره ما نزلتش، يبقى الراجل ده محافظ على حاجته. بالظبط. فيعني اللي هو عارف، اللي هو يقول لك انا راكب ورا دكتور، فهو عارف ازاي هيحافظ على الحاجه، عشان كده ما فرقش معاه في موضوع قطع الغيار. وليه نظره كمان ان السكوتر هنا بياع، لان هو منزل لك انجكشن والاوبشنات طبعا اللي فيه، والشاشه والدلع بتاعه والفرامل والكلام ده كله، والتانك 13. فليه نظره ان هو عدد المبيعات بتاعته اعلى، فطبيعي ان الشركه هنا هتضطر ان هي مجبره توفر لنا قطع الغيار. ومعلش انا عايز اقول حاجه، قول يا معلش باشا انا اسف. براحتك. اي سكوتر بينزل ما بيبقاش ليه قطع غيار. يعني مثلا الفيجوري الاي دي في اول ما نزل ما كانش ليه قطع غيار، القطع دي الغيار حقيقة. اتوفرت بعد شهرين شهرين ونص. ده برضو نفس الكلام. أيوة. ففي ناس خايفه ان هي تيجي تشتري الموتوسيكل ده عشان قطع الغيار بتاعته. كده كده قطع الغيار هتنزل، وزي ما حضرتك قلت ان المبيعات بتاعته كبيره جدا ما شاء الله. دي حقيقه. فقريب جدا هنلاقي ان قطع الغيار بتاعته بس عارف نزلت. بقى وقت ما هننزل قطع الغيار سعره هيكون رفع، حقيقي بالظبط كده. زي الزونس ام 310. الله ينور عليك. نفس الفكره. فاللي معاه فلوس يجي يشتري دلوقتي. يا باشا الجي بي اس كامل اهو. وكمان عندك ان هو كان بيسمع تاني تامر عاشور. يا احنا بقى نجرب نجرب بقى. شغال معاك؟ ايه هو اكيد انا اعتقد انه هيشتغل. طب انا قلت هنا ايه بقى؟ هو بيعد عندي. شغال؟ واكيد ليه تريكه. استنى كده، ايه موضوع السماعه ده؟ شغال اهو. شغال؟ ايوه. طب استنى اقول لك على حاجه. هنرجع كده. طب انا كده هنقل. نقل معاك؟ كامل. باشا انا اتشرفت بيك حبيبي، ربنا الف مبروك. ربنا يحفظك ويا رب اشوفك تاني. اكيد باذن الله. حبيبي اتشرفت بيك. السلام عليكم.